السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض السؤال على ال Consolidated Statement of Financial Position من امتحان ديسمبر 2015. هنحل مع بعض على إكسل زي السبريد شيت اللي هتلاقيه في الامتحان بإذن الله. طبعا مع اختلاف الخواص اللي موجودة، إن الإكسل اللي بنحل عليه دلوقتي فيه معادلات وفيه حاجات كتير، إنما الإكسل بتاع السبريد شيت اللي موجودة في الامتحان بتبقى بدائية شوية. تمام. بس هتلاقي فيها 4 معادلات، اللي هي المعادلات الرئيسية اللي هي الجمع والطرح والقسم والضرب، ومش هتلاقي فيه فيتشرز كتيرة موجودة في الإكسل العادي. تمام. فهنعمل سيميوليشن زي الامتحان بالظبط، كأننا فاتحين سبريد شيت وفاتحين السؤال من البي دي اف، لأن الموقع ما عليهوش، ما كانش وقتها السي بي اكزام موجود، فما عليهوش الامتحان على الموقع، يعني مش موجود بالفورم الجديد. تمام. فهنحل من على بي دي اف مع بعض. تمام. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في السبريد شيت برضو انت بتلاقي السؤال بالمنظر ده موجود في قلب الامتحان، يعني بتبقى موجوده كده في اول حاجه موجوده في السبريد شيت. تمام. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نقول امتحان ديسمبر 2015. تمام. طبعا اول حاجه بنبداها في السؤال وهي الريكويرمنتس، عشان خاطر نشوف انت الموضوع معاك مطلوب في حدود كام. نشوف ريكورد عشان نشوف الفريم بتاعك انت مطلوب منك ايه بالظبط، عشان خاطر ما نضيعش وقت وما حاجات ما تاخدش على مجهود، يعني ما تاخدش على درجات، عفوا. طيب الريكويرمنتس بيقول لك ايه؟ required prepare the consolidated statement of financial position of Alpha at 30 سبتمبر 2015. You need only consider the deferred tax implications of any adjustments you make where the question specifically refers to deferred tax. يعني ما تاخدش في ال deferred tax implications في اعتبارك الا لو قال لك في السؤال ان خد في اعتبارك هنا deferred tax liability. تمام، او deferred tax effect. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان احنا مطلوب مننا ال consolidated statement of financial position والdeferred tax ما تشتغلش عليه الا لما يقول لك. حلو كده. نيجي نطلع للريكويرمنتس، نقرا السؤال بقى من اوله نشوف ايه المطلوب. بيقول لك Alpha's investment include two subsidiaries, Beta and Gamma. The draft statements of financial position of the three entities at 30 سبتمبر 2015. تمام. هنا الستاند الون financial statements او financial position للثلاث شركات، واحده بيرنت واثنين سبسيدريز. اول حاجه لازم تشتغل عليها، احنا كده هنشتغل، انا هقول لك التنظيم بتاع الكتاب بس انا هشرحه لك ازاي. تمام. علشان تنجز فيه وقت وتمشي على طول وتعرف الموضوع اوله فين واخره فين. تمام. اول حاجه هنا لازم تعرفها هي ريبورتنج ديت، عشان ده التايم فريم بتاعك، انت هتشتغل في الوقت في الحدود الزمنيه دي 30 سبتمبر 2015. دي اول حاجه. تمام. 30 سبتمبر دي الستاند روم فاينانشال بوزيشن. فخلينا ننزل بقى نشوف ايه المطلوب. اول حاجه، اول استثمار، بيقول لك Alpha's investment in Beta. On 1st of October 2012, Alpha acquired 300 million shares in Beta by means of a share exchange of one share in Alpha for every 2 shares acquired in Beta. بيقول لك في 1 اكتوبر 2012 شركه الفا استحوذت على 300 مليون سهم، 300 مليون سهم من بيتا. تمام. بس الكونسيدريشن اللي هندفع، انا مش هدفع كاش ولا كونتنجنت ولا ديفير، لا، انا هصدر له اسهم من شركه الفا. تمام. طيب الاسهم المصدره دي قد ايه؟ قال لك كل سهمين من بيتا قدامهم سهم من الفا، يعني يعتبر حظ كام؟ 150 مليون سهم. On 1st of October 2012, the market value of an Alpha share was 2.4. Alpha incurred directly attributable cost 2 million on acquisition of Beta. These costs comprised 800,000 or 0.8 million cost of issuing 2 shares, debited to Alpha's share premium account within other components of equity. 1.2 million due diligence costs included in the carrying amount of the investment in Beta and Alpha's own statement of financial position. There has been no change to the carrying amount of this investment in Alpha's own statement of financial position since 1st of October. تمام. هو بيقول لك هنا ان انا لما استحوذت كان الماركت فاليو للسهم بتاع الفا كان 2 دولار و40 سنت. تمام. وساعتها انا تكبدت 2 مليون مصاريف للاستحواذ، منهم 800 الف
مصاريف خاصه بالايشوينج اوف شيرز، طب تكاليف الاصدار نفسها. 1.2 مليون و200 انا دفعتهم مقابل ديو ديليجنس. ديو ديليجنس ده يعني ايه؟ لما انا اجي استحوذ على شركه، انا مش عارف الشركه دي عليها قواضي ولا لا، ما اعرفش ارقامها مضروبه ولا لا، ما اعرفش عليها مطالبات ضريبيه ولا لا، فبروح اتعاقد مع مكتب محاسبه مثلا ومكتب ضريبي، اقول لهم يا جماعه انا عايز اعرف، ومكتب محاماه اقول لهم يا جماعه انا عايز اعرف الشركه دي الدنيا فيها مظبوطه ولا لا. مقابل السيرفيس دي انا بدفع فيز، هي دي الفيز بتاعت ديو ديليجنس. تمام. طيب هو هنا عمل غلطه، ان هو حملها على قيمه الاستثمار. ده غلط، المفروض دي تروح ايه؟ تروح بي اند ال، بس هو هنا كان محملها على الاستثمار، فاحنا هنردها على ايه؟ على الريتيرن ايرنينج تاني. تمام. نبدا مع بعض بقى كده الحل. نقول هنا الاكوايرنج ديت، الاكوايرنج ديت كان كام؟ 1 اكتوبر 2012. طيب acquiring shares استحوذت على 300 مليون سهم. تمام. نسبة الاستحواذ بتاعتي كانت 300 مليون سهم على عدد الأسهم المصدرة كانت كام؟ كانت 400 مليون. جبتها منين؟ هو هنا بيقول لك إن الكابيتال ب 200 مليون. طيب والكابيتال بيكون بالبار فاليو اوف شيرز، بالقيمة الاسمية للأسهم. طيب وهنا قال لك إن الشير كابيتال كان كام؟ كان 50 سنت بير شير، يعني 400 مليون سهم يدي لك 200 مليون دولار ككابيتال. يبقى انا هنا كده استحوذت على كام؟ على نون كنترول على 75%، ودي الكنترول انترست. النون كنترول انترست بكام؟ ب 25%. طيب انا لما اجي استحوذ على الشركه هصدر كام؟ ايشو شير. احنا قلنا كل سهمين من عندهم بسهم من عندي، يبقى 300 على 2. الاماونت كانت كام؟ ايشو شير اماونت فاليو اللي هي الكونسيدريشن. الكونسيدريشن كان كام؟ كان 150 مليون. في قال لك ان الفير فاليو للسهم كانت بكام؟ كانت ب 2.4، يبقى انا دافع 360,000. تمام. تمام. طيب اول حاجه عايز اشتغل عليها working 1. هجيب ايه؟ هجيب النت asset value of بيتا. امتى؟ at acquisition date، وبرضو على طول at reporting date. تمام. at acquisition date، خلينا نكتب هنا الايه؟ الفير فاليو. fair value of net assets. طيب اول حاجه عندي شير كابيتال، وعندي ريتيند ايرنينج، وعندي other component of equity. طيب تعالى ننزل بقى نشوف هنا دوت الاكوزيشن. بيقول لك في 1 اكتوبر 2012 the individual financial statements of Vita showed the following reserves balances. الريتيند ايرنينج كانت كام؟ كانت 125 مليون، وكانت الاذر كومبوننت في كانت 10 مليون. طبعا الكابيتال كان خلينا ننكها على طول، هي دي الكابيتال ب 200 مليون. تمام. وقت الريبورتنج دي كانت الايكوتي عندك كام؟ كانت الشركه كابيتال ب 200 مليون، كانت الريتيند ايرنينج كانت ب 186، كان الاذر كومبوننت اوف ايكوتي ما اتغيرش. طيب نيجي بعد كده، ده يعتبر البوك فاليو. انا عشان اجيب الفير فاليو انا بجيب البوك فاليو واضيف عليها الفير فاليو ادجستمنتس، ولو في
deferred tax liability implications المتعلقه بيها، ويكون طلبها مني في السؤال ان خدها في اعتبارك، لانه احنا بنرى ان الريكوايرد قال لك ما تاخدهاش الا لما اقول لك. طيب نيجي بقى الفير فاليو ادجستمنت. فير فاليو adjustments. قال لك the directors of Alpha carried out a fair value exercise to measure the identifiable asset and liabilities of Beta at 1 أكتوبر 2012. The following matters emerged. عندي plant and equipment having a carrying amount 295. عندي أصل ومصنع، آلات ومصنع بكام؟ ب 295 مليون. الماركت فاليو بتاعته أو الفير فاليو ب 340 مليون. تمام؟ The estimated remaining useful economic life of this plant 1 أكتوبر كان كام؟ كان 5 سنين. None of this plant and equipment had been disposed of between 1 أكتوبر 2012 لغاية 30 سبتمبر 2015. قال لك أنا عندي أصل ومصنع بلانت وآلة كانت قيمتها الدفترية ب 295 مليون. تمام؟ بقت دلوقتي ب 340 مليون. قال لك ان اليوسفول لايف اللي متبقيه 5 سنين، يعني الفير فاليو ادجستمنتس اللي هطلعها عليك على 5 سنين. قال لك لغايه الاستحواذ لغايه النهارده الاصول دي كلها لسه على راس عملها، لسه موجوده، لان لو مش موجوده هتروح مع عمليه الاستبعاد، مش هتاثر معايا في حاجه دلوقتي. مش بيساوي 340 مليون ناقص 295 مليون. انا باخد الافكت بس. تمام؟ فده هو هنا معايا. طيب الديبريشن بتاعه انا ما عنديش ديبريشن النهارده، بس الراجل ده ال 45 مليون دي هضربها في 3 على 5 اللي هي نسبه الانتاج، وهعملها بالماينس عشان ده هتبقى ديبريشيشن. طلع الديبريشيشن كام؟ 27. 45 على 5 فيها 9000، 9 مليون. 9 مليون في 3 في 27، ده قيمه الاهلاك. ليه؟ انا لقيتها في 1 اكتوبر 2012، يعني عدى فيها السنه الماليه المنتهيه في سبتمبر 13 و14 وانا بقفل 15، فات عليها 3 سنين. تمام؟ طيب ايه تاني؟ قال لك ان ان بروسيس ريسيرش اند ديفلوبمنت بروجكت exists في كام؟ في 1 اكتوبر 2012 but didn't meet the recognition criteria of IAS 38 intangible asset. The fair value of the research and development project في 1 اكتوبر 2012 كانت كام؟ كانت 20 مليون. The project started to generate economic benefits on over an period of 4 years. انا لقيت ان الراجل ده كان عامل مشروع، عامل ديفلوبمنت مش لغايه النهارده، بس ستيل خدوا فيه خطوات. هو بس الفكره انه لسه لم يعني ايه، لم يحقق الشروط الواجب توافرها طبقا لمعيار 38 بتاع الانتنجبل اسيت علشان خاطر اقدر اعطيه كانتنجبل اسيت. تمام؟ ليه فاليو الخطوات اللي انا خدتها. تمام؟ بس لسه انا ماشي في الخطوات بتاعتي لغايه مشروط هتتعمل، بعد كده هعترف بيها كايه، ك كانتنجبل. تمام؟ ف لغايه ما تمام، لغايه الخطوات اللي خدتها دي يعتبر الفير فاليو بتاعتها 20 مليون. حلو كده؟ فانا هعترف بيها ك 20 مليون. نيجي هنا نكتب كام؟ ار. طيب النقطه معايا هنا في ايه بقى؟ هو هنا قال لك ان انا جبت فير فاليو في 1 اكتوبر 2012. حلو ماشي. طيب ابدا اهلك من امتى؟ قال لك ان الاصل بقى جاهز او the project started to generate economic benefits في 1 اكتوبر 2013. دي تفرق معايا في ايه؟ تفرق معايا ان السنه الاولى ههلك من السنه الثانيه المنتهيه في سبتمبر 2014 و2015، يعني ده هيتفق معايا سنتين بس مش 3 سنين. تمام؟ الار اي وهنا امورتايزيشن ب 20 مليون. هناخد دي ننزلها تحت ونعدل بس في ايه؟ دي خليها 2، وهنا قال لك ان هي 4 سنين، يبقى الراجل ده هيهلك قد ايه؟ هيهلكها لمده سنتين. تمام؟ عندي في حاجه تاني، عندي قال لك انزل تحت the above two fair value adjustments have not been reflected in the individual financial statements of Vita. In the consolidated financial statements, these fair value adjustments will be regarded as temporary differences
for the purposes of computing deferred tax the rate of deferred tax to apply temporary differences is 20%. طبق لي يا باشا deferred tax liability. deferred tax liability بيساوي sum. طبعا مفيش sum هناك للأسف. في القوس في 0.2 ونخليها بالماينس لان ده deferred tax liability فيخفض لي. تعال خد نفس المعادلة سمعها هنا بقت كام؟ 5600. تمام. هل احنا كده انتهينا من الفير فاليو اوف نت اسيتس؟ مفيش حاجة بتأثر تاني معايا فين؟ في الاوبننج او في وقت الفير فاليو اوف نت اسيتس وقت الايه؟ وقت الاكوزيشن ديت. طيب وقت ال ات ريبورتنج ديت. طيب ات ريبورتنج ديت تعال نشوف بقى نرمي عينينا تحت كده نشوف لو في انترا جروب ترانزاكشن ما بين الشركات نشوف اتجاه عمليه البيع واحنا فيها هشرح لك يعني ايه اتجاه عمليه البيع. طيب في الانترا جروب سيل اوف انفنتوريز بيقول لك the inventories of Alpha and Gamma at 30 سبتمبر 2015 included components purchased from Beta and the last 3 months of the financial year at cost of 20 مليون to Alpha و 16 مليون to Gamma. Beta supplied these goods to both Alpha and Gamma at a markup of 25% on the cost to Beta. يعني ايه؟ الانتر جروب ترانزاكشن هي معاملات بتتم جوه الجروب من البيرنت للسبسيدري والعكس. تمام؟ طيب انا عندي في حاجه اسمها اتجاه عمليه البيع. يعني ايه اتجاه عمليه البيع؟ عمليه البيع بتتم بين طرفين، بين البيرنت وبين السبسيدري او العكس. طيب لو البيرنت اللي بايع للسبسيدري الان ريلايزد بروفيت المفروض في واحده فيهم بتبيع للثانيه بضاعه، وارد ان البضاعه دي ما تتباعش بالكامل لطرف خارجي ثيرد بارتي خارج الجروب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو واخد منها بضاعه ما بعتهاش بالكامل ان هي هتفضل عندي مخزون عند شركه من الاثنين اللي هي المشتريه اللي اشترت، هتفضل عندها مخزون في دفاترها، والشركه اللي بايعه بتبيع بجروس مارجن بهامش ربح. معنى كده ان هامش الربح لسه لم يحقق بالنسبه للجروب، هو اتحقق بالنسبه للشركه كستاند الون. ليه؟ لان الشركه باعت خلاص، انا المخزون خرج من عندي راح للكنترول بتاع الشركه الثانيه، بس از جروب هو لسه في حيازه الجروب. تمام. فبعمل حاجه اسمها unrealized profit ان الهامش الربح المحقق او اللي تم اثباته على المخزون اللي ما خرجش من الجروب برده تاني. طيب لو البيرنت اللي بايع للسبسيدري الانريلايزد بروفيت اللي المفروض ان انا برده على كتسويه على الريتيند ايرنينج. لما يكون اتجاه البيع من البيرنت للسبسيدري الانريلايزد بروفيت الناشئ عن عمليه البيع دي بيترد على مستوى الريكونسيليشن اللي بتتعمل في الريتيند ايرنينج. طيب لما يكون هي ليه بتترد على ريتيند ايرنينج؟ علشان خاطر دي بتاعت البيرنت فهي اللي هتشيلها 100%. تمام. وكده كده الجروب بتاعها اصلا. طيب انما لما يكون اتجاه البيع من السبسيدري للبيرنت في الحاله دي الان ريلايزد بروفيت انا برده وبخفضه من قيمه الفير اسيتس ات ذا ريبورتنج ديت. ليه برد على الفير فاليو اوف نت اسيتس؟ علشان خاطر انا لا املك السبسيدري بالكامل، انا معايا نون كنترولنج انترست. فلما اجي ارد المبلغ الانريلايزد بروفيت الربح غير محقق لازم ارده على الفير فاليو، عشان خاطر الفير فاليو دي وهوريك كمان شويه لما نشتغل عليها في قيمه بتطلع لي الفرق ما بين الفير فاليو اوف نت اسيتس في الريبورتنج ديت والاكوزيشن ديت. في قيمه في الفرق ما بين القيم هنا، القيمه هنا في الريبورتنج والقيمه في الاكوزيشن ديت. القيمه دي انا ما باخدهاش 100% لاني لا امتلك السبسيدري بنسبه 100%. انا باخد الرقم ده سواء بوزيتيف او نيجاتيف انا بوزعه بيني وبين الحصص الغير مسيطره النون كنترولنج انترست. لان هنا خد بالك انا هنا في السؤال انا قايل لك انا بستحوذ بكام؟ 75%. معنى كده ان انا لو الشركه كسبت هاخد 75، لو خسرت هاخد 75 برضه. تمام. فالربح هنا لما حصل فين؟ اتسجل في السبسيدري، فلما هرده على مستوى السبسيدري برضه. تمام. علشان كده انا بخفضه من الفير فاليو اوف نت اسيتس وات ذا ريبورتنج ديت لما يكون اتجاه البيع من السبسيدري للبيرنت. تمام. فنيجي هنا نكتب unrealized profit unrealized profit. هنا طبعا مفيش، هنا قال لك بيساوي، نفتح قوس 20 مليون زائد 16 مليون المخزون اللي موجود في الفا والمخزون اللي موجود في جاما. اقفل القوس.
في افتح قوس قال لك ان انا ببيع بماركب 25%. لا، الماركب انا بحوله لجروس مارجن، يبقى في 25 على 125 واقفل القوس، طلع 7200. ده بالماينس لان ان ريلايزد بروفيت هيتخفض. تمام. طيب طلع 411 و200. تمام كده. تمام. لو انا عايز اعرف بقى ال الحركه، او المفروض ان الفرق بين الاثنين 412، الفرق بين الموفمنت في الاثنين طلع كام؟ 24. البيرنت ليه لانها تمتلك 75%، ده يخص البيرنت. ده يخص البيرنت سبسيدي. تمام كده. الموفمنت، الايكوتي بتاع السبسيدري زادت من 387 ل 411. تمام، اللي هي صافي الاصول، الفيفر بتاع صافي الاصول زادت. فانا نصيبي من الزياده دي كبيرنت 18150. وال لا معلش، دي النون ان سي اي، نون كنترولينج انترست. كده احنا خلصنا النت اسيت، الفير فاليو اوف نت اسيتس لايه؟ لبيتا. تعالى ناخد الفير فاليو اوف نت اسيتس لمين؟ لجاما. تعالى نطلع فوق. تعالى ناخد جاما، كان ناخد الايه؟ الجدول على الاثنين مره واحده. بيقول لك في 1 اكتوبر 2014 وركينج 2. هنزلها تحت. طبعا للاسف مفيش حته انك تنقل حاجه من مكان لمكان في الامتحان، فانت حاول تظبط على نفسك على السطور، واعمل سطور بزياده، يعني وسع على نفسك عشان خاطر ما تضيقش في الاخر. قال لك هنا الاكوايرنج. تعالى ناخد دول. الاكوايرنج دي 1 اكتوبر 2014. اكوايرنج شيرز انا استحوذت على 144 مليون. تمام. ما كان استحوذت على كام؟ استحوذت برضه هنرجع لنفس النقطه، انا هنا استحوذت على 144 مليون. طب انا اصلا معايا كام؟ معايا هنا 120 مليون، والسهم بنص، يبقى معايا 240. بس الشركه نفسها فيها 240، يبقى نقول بيساوي ال 144 على 240 مليون سهم. يبقى انا استحوذت بنسبه كام؟ 60%. طيب هناخد برضو نفس الحاجات دي، ولو فيها حاجات نعدل. الشركه كابيتال كانت كام؟ برضو الشركه كابيتال باي مينز اوف الكونسيدريشن بتاع الكاش بيمنت ب 125 مليون. الفا انكيرد كوستس اوف مليون associated with the purchase and debited these costs to administrative expense. تمام. انا دفعت مليون دولار تكاليف مرتبطه بعمليه الشراء، ووديتها على الادمن كوست. تمام. طيب in the draft statement of profit or loss for the year ended 30 سبتمبر 2015 there has been no change in the... طيب في 1 اكتوبر 2014 of gamma show with the wrong reserves balances. كان الريتين ديرن كان ب 45 مليون وقت الاستحواذ، وساعتها كانت with land which had been carrying amount of 100 مليون. الفير فاليو كان carrying amount بس
حته ارض كانت قيمتها ب 100 مليون البوك فاليو. تمام. This land continued to be an asset of Gamma at 30 سبتمبر 2015. The fair value adjustment has not been reflected in the individual financial statements of Gamma. In the consolidated statement and in the consolidated financial statements, the fair value adjustments will be regarded as temporary difference for the purposes of computing deferred tax. The rate of deferred tax to apply كانت 20%. تمام كده. طيب انا عندنا fair value adjustment بس حاجه واحده. $30 مليون لاند 30 مليون وكده كده معلهاش إهلاك، فبيساوي الرقم ده ماينس الرقم ده في 0.2 نفس الكلام. تمام. طيب نيجي نقول بيساوي sum. برضو مفيش sum، بفكرك تاني مفيش المعدات دي مش موجودة فين في الامتحان. فاهم؟ فكده جبنا الفير فاليو لجاما وقت الاكوزيشن ديت ووقت الريبورتنج ديت. تمام. دي الرقم ده هناخد نفس المعادلة نسمعها تحت، بس هنغير بس النسب. ودي 40 دي برضه بيرنت ونون كنترولنج انترست. دول اسمه بقى اسمهم post acquisition increase in net asset. تمام. طيب نيجي بعد كده عايزين نعمل working الايه working goodwill working free goodwill on consolidation. تمام. طيب اول حاجه انا هاخد تكلفه الاستثمارات الكونسيدريشن المدفوع، هنعمل هنا بيتا وهنا جام. الكونسيدريشن انا هنا بايع كام؟ دافع يعتبر 360. تمام. وفي جاما انا دافع كام؟ انا ملنكها. تمام. والكونسيدريشن هنا طبعا هنا دي كانت شيرز وهنا كانت كوست. هنا هو قال لك ان انا دافع 125 مليون اهو. تمام. قال لك انا دافعهم بكام؟ ب 125 مليون. حلو كده. طيب هاجي بعد كده احسب الايه؟ النون كنترولنج انترست. الكونسيدريشن بضيف عليه النون كنترولنج انترست. تعال نشوف كانت بتتحسب ازاي. ماشي. طيب هنا كان بيقول لك there was no Alpha uses the proportionate share of net assets method to calculating a non-controlling interest of gamma. هنا في جاما كانت proportionate. يعني ايه proportionate؟ يعني حصة النون كنترولنج انترست في ايه؟ في الفير فاليو اوف نت اسيت وقت الاكوزيشن دي. يبقى بيساوي 40% في 191 كانت 76 400. نخصم منها الايه؟ الفير فاليو اوف نت اسيتس ات ذا اكوزيشن دي تطلع لك قيمه الجدول بيساوي صم. طلع كام؟ 10 400. تمام. تعالى نكتب هنا دي فير فاليو اوف ات. فاهم كده؟ ودي نون كنترول انترست.
جاما قال لك انها بروبورشنيت شير. طب تعالى نشوف بقى في هنا كان حاسبها بكام، طريقه الحسبه ايه. بيقول لك the above fair value adjustment has not been reflected. Alpha uses the proportionate the proportion of net assets method، برضه نفس طريقه الحسبه دي. هنا حصتهم كانت 25% في 387. 25 هنا بيساوي 25% في 387 ناقص 387 نفسها. بارشال على الاثنين بقى، بارشال جود ويل، لان الاثنين النون كنترول انترست كانت بتتحسب بطريقه البروبورشنيت اهو. بروبورشن والكونسيدريشن كان اهو، نعمل كده بيتا شيرز وجاما كاش. انا دي بوضحها لك انت بس، انا ممكن تعملهاش في الامتحان يعني، ممكن تعمل كل هتفهم على السطر عادي. فده بارشال جود ويل. طيب تعالى نحسب اذا كان في امبيرمنت ولا لا، ونسمعه هنا على طول. طيب working for impairment. طيب الامبيرمنت يتحسب ازاي؟ بنشوف النت اسيتس. تعال نشوف بس هو هنا حسبها لك على ايه. هو هنا كان عايز يحسب امبيرمنت الايه، اتكلم عن امبيرمنت اوف بيتا، امبيرمنت فور بيتا، امبيرمنت فور بيتا. بيقول لك no impairment of the goodwill on acquisition of beta was evident when reviews were carried out on 30 سبتمبر 2013 و14. ما عملناش ريفيجن للامبيرمنت في 13 و14، بس في 15 the directors of Alpha conclude that the recoverable amount of the net assets including the goodwill of Beta at that date كانت كام؟ كانت 450 مليون. recoverable amount كانت 450 مليون including the goodwill. Beta is regarded as a single cash generating unit. يبقى انا كده عندي recoverable amount هنا. recoverable amount كانت بكام؟ ماينس 450 مليون. طيب يعني هنا محتاج ايه؟ محتاج هقارن الفير فاليو اوف نت اسيتس ات ريبورتنج ديت، وهنا هعمل جروسنج اب جود وول. طيب دي كانت كام؟ يعني انت حاول ترنك على طول بالمعادلات عشان نبقى انجاز لك. 411 الجود وول انا اعترفت بيها بكام؟ كانت ب 69، اقسمها على 0.75 بعمل لها جروسنج اب. تمام، بيساوي ده زائد ده يديني 504 ناقص الريكفربل اماونت يطلع لي بيساوي 504. دي اللي هي يعتبر قيمة دفترية زائد الجود ويل زائد، عشان دي بالماينس 54. ده فول امبيرمنت. طيب بس انا هسجل partial impairment. ليه partial impairment؟ علشان خاطر النون كنترولنج انترست عندي كانت كانت كبروبورشن، وبرضه الجود ويل متسجله بروبورشن، فبالتالي الامبيرمنت هي بروبورشن. فناخد ال 54 في الحصه بتاعتي اللي هي 0.75. 0.75 طلعت بكام؟ ب 40,650. تعالى هنا بقى نقوم جايين خابطين دي تحت كده، نقول ناقص ال 40,650 partial impairment. تمام كده، يطلع لك قيمة الجود ويل بقت كام؟ هنا مفيش impairment اتكلم عليه، فبقى عندي قيمة الجود ويل بتساوي الرقم ده اللي هيتحط في الفاينانشال بوزيشن 39,500. تمام، نقول هنا carrying amount of goodwill at
reporting date. طيب كده جبنا الفير فاليو اوف نت اسيتس في الريبورتنج ديت وفي الاكوزيشن ديت لبيتا وجاما، وحسبنا الجود ويل وحسبنا الامبيرمنت. انت لغايه كده انت باشا، انت كده واخد على الاقل مثلا بتتكلم 40% من الدرجه. فاهم؟ فتعال نكمل نشوف نحسب مثلا دي الوركينجز الاساسيه اللي انت لازم تعملها. تمام. تعال نحسب برضو النون كنترول انترست عشان الان سي اي النون كنترول انترست عشان كده كده هتحسب وركينج 5. نقول ان سي اي. الان سي اي عباره عن ايه؟ اللي هي في الفير فاليو ات ذا ريبورتنج ديت. خلينا ناخدها من هنا اهو، دي بيتا والجاما. هنا كان بيقول لك ان انا كام الفير فاليو كام؟ 11 200، وجاما يا باشا كان بيقول لك انا اللي 206. تمام. طيب هم حصتهم قد ايه؟ النون كنترول انترست الراجل ده كان له حصه 25% 0.25، والراجل ده كان ليه 40%. يبقى ده حصه الايه؟ النون كنترول انترست اللي هي 102 زائد ال 84 185. تمام. طيب عايزين نحسب ايه تاني؟ تعالى نعمل الايه؟ الريتيرن ايرنينج كالكوليشن. الوركينج بتاعها وركينج 6 الريتيرن ايرنينج. طبعا الحاجات دي كلها 30 سبتمبر. تمام. اول حاجه هناخد البيرنت ار اي بيساوي، يطلع فوق الريتيرن كان كام؟ كانت 498. تعالى هنعمل عليها شويه ريكونسيليشن. زي ايه مثلا؟ في عندي الديو ديليجنس كوست اوف بيتا. يعني ايه ديو ديليجنس بقى يا باشا؟ قال لك ان انا هنا لما يرجع للسؤال الاولاني قال لك ان في مليون و200 ديو ديليجنس كوست كانت معمول لها كابيتاليزيشن على قيمه الاسيت، على قيمه الاستثمار. فلا، انا هنا قيمه الاستثمار انا هرد منه مليون و200 لان كان المفروض تدخل مليون و200 وقت الاعتراف بالاستثمار اصلا. تمام. وقال لك ان الكارينج اماونت بتاعت الاستثمار ما اتغيرتش، معنى كان قيمه الاستثمار كام؟ ال 360 المدفوعين اللي هم دول، انا دافع 360 زائد المليون و200 اللي انا كان المفروض يدخل بيها نديل وقتها، بس دخلها لي فين؟ كابيتاليزيشن. قال لك ان الكارينج اماونت بتاعت الاستثمار ما اتغيرتش. تمام كده. طيب هرد عليه الايه؟ المليون و200. هنشوف لسه طبعا في حاجات تانية تتاخد ولا لا. فدي اول حاجه ديو ديليجنس اوف كوست اوف بيتا هتدخل معايا هنا. تمام. طيب ايه تاني ممكن يدخل معايا؟ خلينا نكمل نشوف ايه تاني ممكن يدخل. لغايه دلوقتي اللي انا جبته برضو الاستثمار بتاع بيتا. تمام. لان الاستثمار الجود ويل متسجله بارشال، فمعنى كده ان الجود ويل انا كبيرنت اللي شايلها بالكامل، فالخساره دي انا اللي شايلها بالكامل اللي هي بتاعت البارشال. لو انا عندي فول امبيرمنت، لو النون كنترولنج انترست بطريقه الفير فاليو، ساعتها الامبيرمنت كان يتوزع ما بيني وبين السبسيدري، ما بيني وبين النون كنترولنج انترست. انما علشان النون كنترولنج انترست واخد حصته بروبورشن من الفير فاليو، فمعنى كده ان الجدول اللي موجوده كلها انا اللي هلبسها. فال 40 650 دي انا اللي واخدها. تمام كده. تمام. في عندي دي نكتب، تعالى نعمل دي كده برضو. عندي في حصتي البوست اكوزيشن دي، انا الحاجات اللي تنفع تتحط بحطها هنا. دي بيتا حصتي في ارباح الايه؟ الشركات التابعه. حصتي هنا كانت كام؟ في بيتا كانت 18 مليون 150 اعتقد، ايوه 18 150. وفي البيرنت كانت كام؟ كانت 9000. دي حصتي في الارباح بتاعتي ايه؟ السبسيدريز. فانا كده خدت معايا الديو ديليجنس، وخدت معايا البارشال امبيرمنت لوس بتاعت شركه بيتا. تمام.
وخدت معايا حصص ان الارباح، البوست اكوزيشن انكريز، النت اسس، البيتا والجام. تمام كده. طيب فاضل معايا حاجه مش عارف، خلينا هنشوف. بس احنا كده خلصنا الوركينج بتاعها. تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده خلصنا اول نقطه، نوت 1 خلصناها، ونوت 2 خلصناها، ونوت 3 خلصناها. الاذر انفستمنت، تعال نشوف الاذر انفستمنت في ايه. تعال نوسع له هنا، نقول working 7 other investment. other، في ايه الاذر انفستمنت بقى؟ الاذر انفستمنت قيمته كانت 497. هنعمل عليه adjustment، هنشوف apart from its investment in beta and gamma، بعيدا عن الاستثمار بتاعه في بيتا وفي جاما. The investments of Alpha included in the statement of financial position at 30 سبتمبر 2015 are all financial assets. كلها أصول مالية، أدوات مالية. Which Alpha measured at fair value through OCI. زي الفل. These other investments are correctly measured in accordance with IFRS 9 financial instruments. يعني أنا عندي في الأذر انفستمنت، عندي لشركة ألفا ال 497 دي بتتكون من 3 أرقام. في استثمار خاص بشركة بيتا، واستثمار خاص بشركة جاما، واستثمار تاني يتصنف من ضمن الاذر كومبريهنسيف انكم، فاينانشال اسيت ثرو اذر كومبريهنسيف انكم. تمام. فانا هعمل اليمينيشن للاستثمار بتاع بيتا وجاما بالقيم اللي انا مسجلها. انا كنت مسجل الاستثمار بتاع بيتا 360. تمام. ده انفستمنت اوف بيتا، وعندي فيه ديو ديليجنس كوست المفروض تتخفض لان دي كانت موجوده في قيمه الاستثمار. تمام. طيب وعندي قيمه استثماري، عندي قيمه استثماري في جاما كنت دافع لها كام؟ 125 مليون. فين ال 125 مليون؟ انا كنت كاتبها اهو. دي انفستمنت ان جاما، وقال لك يا باشا ان البيع متسجل مظبوط، فدي قيمه الايه؟ الاذر انفستمنت اللي موجود عندنا ده ب 10800. تمام. طيب دي الاذر انفستمنت. والانتر جروب انفنتوري خلينا ناخدها برضو، بس احنا حليناها فوق، ملوش لازم نحلها تاني، احنا حليناها فوق هنا اهي. واحنا بنحلها فين؟ في الفير فاليو اوف نت اسيت ات ذا ريبورتنج ديت. كانت 7 مليون تنقل 20 مليون، وال 16 مليون في 25 على 125. تمام. فعشان ما نضيعش وقت. طيب ايه تاني عندي؟ قال لك نوت 6 التريد receivables and payables. Group policy is to clear intra-group balances on a given date prior to each year end. All group companies had complied with the policy at 30 سبتمبر 2015. So at the date there were no outstanding intra-group balances. يعني سياسة الشركة بتقول ايه؟ ان جميع الذمم المفتوحة او current accounts ما بين الجروب وبعضه يتستل، يتعمل له settlement او يتسدد ويتقفل قبل 30/9، عشان ما نجيش وقت الكونسوليشن نقعد نعك ونعمل اليمينيشن وانت عندك كذا ونعمل ريكونسيليشن. لا. تمام. فكده عندي كل تريد بيبل او تريد ريسيفبل موجوده في اي ستاند الون فاينانشال بوزيشن دي تخص ثيرد بارتيز، مش خاصه بحد داخل الجروب نهائي. فدي زي الفل. عندي بعد كده البروفيجن في 30 سبتمبر 2015. الفا فاينلايز the construction of an energy generating facility. الشركة انتهت من ايه؟ من تشييد مصنع انتاج طاقة. The facility has an expected useful economic life of 25 سنة and Alpha has a legal requirements to decommissioning. عندها التزام قانوني ان هي تعمل decommissioning اللي هي restoration او restoring the facility at the end of its estimated useful life. يعني تشيل المبنى اللي انت بنيته للمصنع ده، تشيله. تمام. سلم للأرض بس. The directors of Alpha estimated the cost of this decommissioning to be 34 مليون based on prices prevailing في 30 سبتمبر 2040. احنا من النهارده لما شيدنا النهارده عملنا استيميشن لتكلفه المصنع بناء على الاسعار اللي ان شاء الله هتكون موجوده في 30 سبتمبر 2040 مع التضخم مع الفايده في الاعتبار خدناهم. فطلع ان احنا ندفع 34 مليون. فالبهوات دول عملوا ايه بقى؟ بيقول لك at an appropriate discount rate the the present value the present value of the cost of the commissioning of the facility كان 10 مليون. البريزنت فاليو ال 34 مليون اللي هدفعهم كمان 25 سنه، البريزنت فاليو بتاعتهم النهارده كانت 10 مليون. The
the directors of Alpha made a provision of 34 مليون. البهوات عملوا بروفيجن بال 34 مليون بالكامل and charged this amount as an operating cost. عملوا سجلوا 34 مليون بالكامل على ايه؟ على operating cost. ما عملوش capitalization على مين؟ على الاصل. تمام؟ فالمفروض ان احنا نسجله البريزنت فاليو، يتسجل ال 10 مليون ديبت الاسيت، كريدت البروفيجن. والبروفيجن نعمل له كل سنه ايه؟ نعمل له انويندنج للفاينانس كوست او الديسكاونتد فاينانس كوست علشان خاطر نوديها كفاينانس كوست على البي اند ال. تمام. فهنيجي هنا نقول ان انا عندي الريتين ايرنينج اهي، هخفض منها او هرد عليها 34 مليون. ليه؟ لان هي اتحملت كمصروف وهي المفروض تترد. دي بروفيجن اماونت هردها تاني. تمام كده؟ تمام. طيب فالبروفيجن ال 34 هيتردوا من هنا، وبعد كده نعدل المعادله تاني. طيب تعالى نشوف نعمل working ليه. working 7 working 7 working 8 بقى. تعالى نعمل الفاينانس كوست. الفاينانس كوست كانت كام؟ الفاينانس كوست مش هينفع انا اجمعها كلها، ممكن مش تتجمع. بس الفاينانس كوست انا محتاج ان انا ال 10 مليون دي اضربها ان هو الفاينانس كوست بتساوي 10 مليون. الفاينانس كوست هنا انا محتاج ان انا احمل فاينانس كوست على السنه نفسها. تمام كده. طيب احسبها ازاي الفاينانس كوست؟ هو هنا المفروض ان هو مدالك ان هي محسوبه، لان مش جايب عليها اي داتا خالص عن فاينانس كوست، فمش هعرف اعمل فيها اي حاجه. انا كنت فاكر ان هو مديني ريتس او كده اشتغل عليها، بس مش مديني حاجه. فخلينا نكمل كده، دي خلاص. طيب اللونج تيرم بوروينجز في 1 اكتوبر 2014 الفا ايشود 40 مليون البوند بدولار. تمام. The cost of issuing bond was مليون and this cost was charged as a finance cost. تمام. for the year ended 30 سبتمبر 2015. No interest is payable on the bond. مفيش فوائد مستحقة على السندات but they are redeemable at large premium which makes their effective finance cost of 8% per annum. The bonds are included at a carrying amount of 40 مليون in the statement of financial position. تعالى هنعمل working لمين؟ للفاينانس كوست زي ما احنا. الباشا هنا بقول لك ايه بقى؟ بقول لك انا في 1 اكتوبر انا اصدرت سندات ب 40 مليون. الكوست اوف ايشوينج ذا بوند كانت مليون دولار. تمام. and this cost was charged as finance cost. هو الايشوينج كوست للبوندز وداها فين؟ وداها على البي اند ال. هي المفروض تتخفض من قيمه القرض. تمام. تتخفض من قيمه القرض، ما تروحش على البي اند ال. تمام كده. طيب فهنا عندنا قيمه القرض هتبقى كام؟ هي 40 مليون مسجلها. لا، هنماينص منها المليون ونرد منين؟ من ريتين ايرنينج. نقول هنا ريفرسد فاينانس كوست بمليون. تمام. وهحسب انا، هو قال لك ايه بقى هنا؟ قال لك ان انا the bond are no interest is payable. انا مش هدفع فوائد. تمام. انا في الاخر يعني مثلا هقول لك يا باشا انا هاخد منك النهارده البوند هبيعه لك على مليون او على 1000 دولار، بس لما اجي ارد لك مثلا ارد لك مليون و200. حلو. فك كانترست بيمنت مفيش، بس كانترست اكسبنس لازم اعمل تشارجنج على البي اند ال. تمام. لان انا عشان اوصل للمليون النهارده انا هاخد منك المليون ال 1000، بس كمان فتره هدفع لك 1200. ال 200 دي لازم تتسجل خلال السنه او خلال الفتره ما بين اصدار الاسهم او اصدار السندات عفوا، وما بين الريدمشن ديت. تمام. طيب هو قال لك ايه هنا؟ نقول فاينانس كوست ريكوردد بتساوي ال 40 مليون. خلينا بيساوي 40 مليون دي اللي هو اللي مسجله، ناقص المليون اللي هو اعترف بيهم وكان المفروض يسجله.
في القوس في 0.08. يبقى المفروض ان هو كان يسجل مصروف بكام؟ ب 320. وفي نفس الوقت انا هرد من على الفاينانس كوست كام؟ الرقم ده يبقى بيساوي المليون اللي هو كان بيتحملها فاينانس كوست، بس انا هردها تاني. وال 320 كان المفروض ان انا اسجلها، ما اسجلهاش. حلو. طيب انا هنا شغال على فاينانشال بوزيشن، فاي تاثير على البي اند ال بيروح معايا فين؟ يروح معايا في الريتيند ايرن. وده نقول فاينانس كوست related to to long term borrowing LTP. تمام كده. طيب كده يعتبر خلصنا، فتعال نجمع sum. الريتيند ايرنينج عندي بقت 515 180. تمام. وده تمام، ده تمام. تعالى بقى نطلع نعمل ايه بقى؟ نرص البي اند ال. تمام كده. طيب انا عندي هنقول بيساوي، احنا كده كده هنجمع زائد ده. تعالى نخليها هنا ونكتب هنا كونس كونسوليديتد بي بي اي. تمام كده. طيب تعالى يا باشا نجمع 380 زائد 355 زائد الايه؟ زائد. تعالى نشوف الفير فاليو ادجستمنت اللي تحت كانت فين. انا عندي هنا وقت الريبورتنج جديد كان عندي المبالغ دي. تمام. وكان عندي زائد ال 30 مليون بتاعت الارض. تمام كده. طيب نقول بيساوي زائد صم. بس 145 مليون. نفس الكلام هنقول بيساوي الانتنجبل اسد زائد ال- الرقم ده زائد الرقم ده. هي بس في هنا تعديل بسيط معلش. دي هنخليها ايه 49. ليه 49؟ عشان هقول هنا زائد البروفيجن. دي البروفيجن. تمام. ال 10 مليون بتوع المخصص. خلينا معلش نبص عليها تاني. طيب بيساوي الرقم ده 380 زائد 355 زائد ال 152 زائد. انا معايا تحت في ايه؟ في عندي ال 45 بتاعت البلانت زائد 27 عشان هو ماينس. زائد عندي في ايه تاني؟ في عندي ال 30 مليون بتاعت اللاند زائد 10 مليون بتاعت البروفيجن. تمام 945. طيب هنا الانتنجبل اسيت هنقول زائد الار ان دي الريسيرش اند ديفلوبمنت. الرقم ده زائد ال 20 ال 10 مليون. طلع عندي كام؟ 945 و150. بعد كده هنزود بند هنا، خليه تحت كده ونكتب هنا ان هو ايه ده؟ جود ويل. طيب الانفستمنت الانفستمنت بقى بكام؟ بقى ب 10 تحت. عملنا عليه ريكونسيليشن. ودي وركينج بكام؟ ب 10 واحنا شغالين هنا بس نكتب ايه؟ بص نكتب هنا وركينج. هنلنكها في الاخر. الجدول بكام؟ خدناها بعد الامبيرمنت
بعد الامبيرمنت. طبعا الامبيرمنت بقى بكام الجدول؟ بقى ب 29,100، لا بقى ب 39,500 الجدول بتاعت الاثنين. طب تعالى نجمع الجزء ده على بعض. طلع عندي النون كارنت اسيت، النون كارنت اسيت. طيب بعد كده الانفنتوري بيساوي 100 زائد 70 زائد ده زائد الانفنتوري حصل فيه ايه؟ عملنا unrealized profit بكام؟ ب 700. بقى بكام؟ بقى 227,800. التريسول نعمل كده ونطرح بس الحتة الأخيرة دي. التريسول زي ما هو والكاش زي ما هو بيساوي صم بكام؟ دي الكارنت اسيتس 458,800 توتال بيساوي الرقم ده current asset زائد current liability. طيب نيجي على الايكوتي. طيب الايكوتي كده كده الشير كابيتال بيبقى بتاع البيرنت. الريتيند ايرنينج عملنا عليها ريكونسيليشن تحت في ان هي ادي الريتيند ايرنينج هو كام؟ 515. الاذر في بنود الايكوتي انا باخد بتاع الايه؟ باخد بتاع البيرنت بس. وبعد كده بنحط ليه بقى؟ لان انا مجمع فيها كله بالكامل ما عدا الشير كابيتال. باخد الشير كابيتال بتاع البيرنت بس. الريتين ايرنينج والباقي باخد حصص منه وبعليها عندي. تمام. طيب ده الريتين ايرنينج. الاذر كومبوننت اوف ايكوتي زي ما هو 295 يبقى بيساوي بكام؟ بيساوي صم 960 180. تمام كده. طيب تعالى بس نضيف بند صغير هنا ونكتب هنا ان سي اي. حلو. الان سي اي عملت وركينج تحت بكام يا باشا؟ الان سي اي بسم الله الرحمن الرحيم ب 185 200. يبقى هنا عندي توتال ايكويتي عند نون كنترولنج انترست بكام؟ ب 1,145 380. تمام. التوتال ايكويتي. حلو. نيجي بعد كده ندخل على النون كارنت لايبيلتي. البروفيجن ب 10 مليون. انا شلت ال 34 اللي كان مسجله. هو هنا بيقول لك ان 34. لا يا باشا انا شلت ال 34 دول وحطيت مكانهم ال 10 الصح، لان ال 34 مليون دول كانوا بايه؟ اجمالي القيمه المدفوعه كمان 25 سنه من غير ما اعمل لها بريزنت فاليو. فهحط القيمه الصح. اللونج تيرم بوروينج كانت بكام؟ اللونج تيرم بوروينج المفروض تبقى تساوي ال 60 زائد ال 25 زائد ال 45. تمام. زائد قيمه الفاينانس كوست المفروض نرفعها على على قيمه الاصل، على قيمه القرض عفوا. تمام. المفروض ان انا المفروض ان هو كده بقى كام؟ بقى 100 157 مليون 120. تمام. تمام. فاينانس كوست. الفاينانس كوست دي المفروض ان انا اعمل لها تشارجنج على بقول ديبت انا كده كده ما بدفعش. انا ما بدفعش حاجه في القرض. انا قلت ساعتها ان انا هدفع القرض وقت ما يبقى ريدمشن، وقت ما يحصل له وقت ما يبقى ريديمبل ويجي ميعاد الدفع. انا مش هدفع دلوقتي حاجه، بس لازم اعمل تشارجنج لايه؟ للفاينانس كوست. والديبت فاينانس كوست كريدت لونج تيرم بوروينج. تمام. فهرفعها على قيمته. فاضل لنا حاجه تاني كده. عندك الديفير تاكس. الديفير تاكس هتساوي ال 35 زائد ال 30 زائد ال 25. المفروض نقول زائد
بيساوي 35 30 زائد 25. طيب دول ناقص، انا عندي في ديفير تاكس liability زادت على مين؟ على الفيفر ادجستمنتس هنا والفيفر ادجستمنتس هنا. مظبوط. طلع كام؟ دي ناقص طلعت 101,600 بيساوي صم النون كارنت liability. طيب التريد ريسيفبل كده كده زي ما هي. التريد ريسيفبل زي ما هي 140، ونفس الكلام الشورت تيرم بورنج ما فيهوش مشكلة. دي الكارنت liability بيساوي صم total liability total بيساوي 190 زائد 260. total equity and liability بكام؟ يساوي 485 زائد بس اللفت نفسه total liability and equity زائد lead liability total M يساوي الرقم ده يساوي. الحمد لله كده الميزانية صفرت. طيب تعالى نكبر بقى وهنا نكتب ايه، نتكلم كده مع بعض في حاجتين بساط كده بس نوضحهم. أولا أنت هتيجي فوق وتكتب الكونسوليديتد، نكتب هنا أهو consolidated statement of financial position at، وما تنساش الكلمة دي. الكلمة تودي في ده توضح لك انت محاسب فاهم ولا مش فاهم الكونسبت اصلا بتاع الميزانية. يعني الميزانية هي عاملة زي السبوت شوت او السناب شوت او عند السبوت تايم. تمام. ان انت بتاخدها في وقت معين، بس انت بتعمل قاعده في ديت النهارده. هي مش اكيوميليتد، هي انت بتيجي النهارده تقول انا قسطت كام، حساباتي كام، مخزوني كام. هي كده عشان تبقى ايه، عشان كده بتبقى consolidated statement of financial position at في تاريخ 30 سبتمبر. يوم 30 سبتمبر تعال اقف هات لي رصيدك في البنك قد ايه، مخزونك قد ايه، ليك عند ده قد ايه، وده عندك قد ايه، وعليك قرض قد ايه، وبروفيجن قد ايه النهارده. عشان كده بتعمل ات 30 سبتمبر. وانا بكتب اختصارات انت اكملها يعني 2015. تمام كده. تكتب all figures in دولار وتعمل كوما 3 اصفار، معناه ان انت ايه، ان انت مقربها. تمام كده يا باشا. فنسأل الله التوفيق والسداد ليكم وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. كده احنا خلصنا الكونسوليديتد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن لامتحان ديسمبر 2015 ان شاء الله. تمام. فبالتوفيق ربنا يوفقكم جميعا. وأتمنى لو حد عنده أي ملاحظة على الشرح أو أي حاجة يا ريت بس يعرفني في الكومنتات أو على لينكد إن عندي أو أي حاجة. شكرا جزيلا ليكم.